ضمن نافذتنا على المونديال نقترب من تحضيرات الفريق الوطني استعدادا لآخر اختبار في دور المجموعات أمام منتخب هايتي الأسود في طريقهم نحو تثبيت المكتسبات وتصحيح بعض التفاصيل وإعداد المجموعة ذهنيا وتكتيكيا لهذه المواجهة. وصل الفريق الوطني تحضيراته إذن استعدادا لآخر اختبار في دور المجموعات أمام منتخب هايتي، حصة تدريبية جرت من أجل تثبيت المكتسبات وتصحيح بعض التفاصيل وإعداد المجموعة ذهنيا وتكتيكيا لمواجهة ستحدد بشكل كبير ملامح المسار المقبل لأسود الأطلس في هذا المونديال. ابتسام أدريس. 4 نقاط في الرصيد و90 دقيقة تفصلهم عن الدور الثاني، حاملين في جعبتهم تعادلا تاريخيا أمام البرازيل وانتصارا أمام اسكتلندا أربك حسابات المجموعة الثالثة. مواجهة اسكتلندا كانت مختلفة عن مباراة البرازيل، لكنها لم تكن أقل صعوبة. في كأس العالم لا توجد مباريات سهلة، ونحن مستعدون لمثل هذه التحديات. هذه المرة كنا أكثر فعالية أمام المرمى، ونجحنا في الحفاظ على شباكنا نظيفة. نملك الآن 4 نقاط، لكن التأهل لم يحسم بعد. هدفنا الأول هو بلوغ الدور المقبل. مدينة أتلانتا الأمريكية تحولت إلى قبلة للجماهير المغربية المتدفقة بألوانها وأحلامها، إذ يضرب أسود الأطلس موعدا مع هايتي ليس للفوز فقط بل لتأكيد القوة. الإطار الوطني محمد وهبي يحكم قبضته على تفاصيل المعركة، وإلى جانب طاقمه التقني يواصل العمل على أدق الجزئية التكتيكية بحثا عن التوازن بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية. كل السيناريوهات وضعت على الطاولة وكل الأنظار تتجه نحو مواجهة لا تقبل إهدار الفرص. لدينا هدف واحد وحلم واحد، وهذا ما يوحدنا. كل لاعب يدرك أن نجاحه لا يكتمل إلا بنجاح المجموعة، لذلك نعمل دائما بروح الفريق. ما تراه من انسجام داخل الملعب هو انعكاس للعلاقة القوية التي تجمعنا خارجه أيضا. نحن مجموعة متماسكة للغاية، وأشبه بعائلة تسير بخطى ثابتة نحو الهدف نفسه. وفي قلب معسكر المنتخب الوطني ترتفع مؤشرات الثقة والطموح. اللاعبون أظهروا جاهزية بدنية وذهنية خلال الحصص التدريبية الأخيرة، وسط قناعة راسخة بأن هذا الجيل قادر على الذهاب بعيدا في المونديال. إسماعيل السيباري أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية يواصل تأكيد قيمته الفنية، فيما يقود أشرف حكيم الكتيبة بخبرته الكبيرة ليبقى أحد أبرز الأسلحة التي يعول عليها وهبي في موعد الحسم أمام هايتي. السيباري يواصل تألقه بعد تسجيله هدفين، وآمل أن ينجح لاعبون آخرون في التهديف أيضا. الأهم أننا أظهرنا شخصية قوية وعقلية منتصرة، وبرهن اللاعبون أنهم يقاتلون من أجل المغرب ومن أجل القميص الوطني. 90 دقيقة تفصل أسود الأطلس عن حسم بطاقة العبور. جيل يطارد التاريخ وجماهير تحلم بمواصلة الرحلة، وطموح الجميع يمتد أبعد من الدور الثاني. والجالية المغربية بأتلانتا تستعد بدورها لمساندة الأسود أمام هايتي، حيث سيحظى المنتخب الوطني بمساندة غير مشروطة داخل وخارج الملعب. الجماهير المغربية تتابع وتتتبع الفريق الوطني في هذا المونديال بآمال كبيرة. نتابع مراسل محمد أمين نوري وعبد الرحمن زيان. أتلانتا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة لأول مرة تحتضن مباريات كأس العالم بعد أن كانت خارج مونديال 94. مباراة المغرب وهايتي يحتضنها ملعب أتلانتا الشهير الذي كان يحمل اسم علامة تجارية معروفة. الجماهير تنقلت من المغرب إلى أمريكا من أجل تشجيع الأسود. جينا من المغرب ديريكتومون، احنا اصلا عايشين في المغرب، مغاربه عايشين في المغرب. جينا بمناسبه تاع لا كوب دي موند 2026. من هذه الشيء شهر احنا موجودين ان نجيو لي زيتازوني باش نتابعوا المباريات تاع المنتخب المغربي في لي زيتازوني. خاطرش نساهموا بالخصم
اي خصم كما كان النوع ديالو. هذه كره القدم، هذا كاس العالم. تنتسناو واحد البريستاسيون بحال اللي كانت ضد ليكوس وضد البرازيل، وانتصار ان شاء الله بحصه عريضه. من نيويورك الى بوسطن وصولا الى اتلانتا، نفس الاجواء والاهازيج المغربيه، نفس الحس الوطني تجاه منتخب صنع لنفسه مكانا فسيحا في قلوب الجماهير المغربيه عبر العالم. بمدينه اتلانتا رغم العدد القليل للمغاربه الذين يعيشون بعاصمه ولايه جورجيا، الا ان الحماس والروح الوطنيه عاليه، حيث الاباء هنا يزرعون في الابناء حب الالوان الوطنيه ورياضه كره القدم ذات الشعبيه المتدنيه في الثقافه الامريكيه. احنا كجاليه هنا مقيمه باتلانتا مستعدين ان شاء الله. احنا دايرين كاملين مجموعين، هذا الجروب اللي كتشوف فيه هنايا وجروبات اخرين ان شاء الله غادي نمشيو للتيران. كاين اللي شاري تيكيت وكاين اللي باقي مازال، ولكن ان شاء الله غادي نكونوا في الفان زون وقدام التيران، وغادي ندعموا المنتخب الوطني وان شاء الله مربوحه ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا فرحانين بزاف بهذه الفرصه اللي جاتنا، جا عندنا المنتخب الاتلانتا، واحد الفرحه لا توصف، بزاف بزاف بزاف. والاستعدادات حنا غادي نمشيو نساندوهم، غنمشيو للفان زون ديال الفيفا. ديما مغرب وان شاء الله مربوحه. كيف كتشوف المغرب لعب مع البرازيل كانت نتيجه 1-1، يعني كان مباراه مقنعه بالنسبه لنا. هايتي ماشي سهله، ولكن ان شاء الله غتكون شي 3-0 ان شاء الله بحول الله. وحنا كندعموا الفريق الوطني بواحد الشيء كبير. حنا فرحنا نهار اللي سمعنا انهم جايين لاتلانتا وجايين لجورجيا. حاولنا نستنفروا المغاربه كاع كاملين باش يحضروا ان شاء الله كاع كاملين. كاين اللي غادي يحضر، كاين اللي ربما هذه العطله الصيفيه ربما مشى يشوف العائله في المغرب، غادي يتفرج من وراء التلفاز. ولكن انا شخصيا حاضر ان شاء الله تعالى في الملعب. نتفرج فيه، انا نمشي للفان زون ونتفرج فيه. انا نقول مغربي ربحوا 5-0 وبونو يدير واحد واحد. مغامرة الأسود لا تزال متواصلة في مونديال أراضي شمال أمريكا المترامية الأطراف. بدأنا الرحلة من نيويورك، حطتنا الرحالة ببوسطن ووصلنا الآن إلى أتلانتا. وجهتنا القادمة إما مدينة هيوستن إن احتللنا الريادة، أو مونتيري المكسيكية إذا ما احتللنا وصافة المجموعة الثالثة. ومنتخب هايتي قد لا يكون من الأسماء اللامعة على الساحة العالمية، لكنه يبقى منافسا يمتلك الطموح والقدرة على صناعة المفاجأة، منافس يدخل المواجهة الأخيرة بأهدافه الخاصة. نتابعها في ورقة محمد مراد خيطة. منتخب هايتي المحطة الأخيرة قبل دخول المنتخب الوطني منعرج الأدوار الإقصائية. استعدادات المنتخب الكاريبي تتواصل بإيقاع متصاعد، رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية يودع بها جماهيره قبل مغادرة المونديال. حظوظ هايتي في الفوز على أسود الأطلس لا تتجاوز حظوظ من يبحث عن إبرة في كومة قش. الهزيمة أمام اسكتلندا والبرازيل حطمت آمال المنتخب الكاريبي وأجهضت تطلعاته في ترك بصمة خاصة في تاريخ كأس العالم. هذه المحطة الختامية تشكل فرصة ذهبية للمنتخب المغربي لكسب مزيد من الثقة وضمان صدارة المجموعة الثالثة عن جدارة واستحقاق، بما يمهد له دخول الأدوار الإقصائية بمعنويات مرتفعة وجاهزية كاملة. مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات عرفت بالأمس والساعة الأولى من صباح اليوم إجراء لقاءات قوية حددت بعضها المتأهلين للدور 32، وجاءت النتائج كالآتي: الأرجنتين تفوز على النمسا بهدفين دون رد، وفي أجواء ممطرة توقفت مع المباراة قبل استئنافها خلال الشوط الثاني. فرنسا تتفوق على العراق بثلاثية نظيفة. النرويج والسنغال 3 أهداف مقابل هدفين، واللقاء العربي انتهى لصالح الجزائر على حساب الأردن بهدفين لهدف واحد. والمنافسات تتواصل بإجراء المباريات التالية: البرتغال تقابل أوزباكستان، إنجلترا تقابل غانا، بنما تواجه كرواتيا، وكولومبيا تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية.